البريطانيين قرروا أنهم يسوون منشورات أوراق يرغبون فيها الشعب العدني في الاستعمار البريطاني وفوائد الاستعمار البريطاني لوطنهم عدن، وسووا منشورات وكان يترجمها لهم العدني هذا عمر باهبري باللغة العربية، وكانوا طبعوا بالآلاف منشورات، وصارت الطائرات البريطانية ترميها على عدن على السكان. بعد فترة جاء ضابط بريطاني، ضابط استخبارات بريطاني كبير من بريطانيا وكان يتكلم اللغة العربية، جاء يفتش على القوات البريطانية في عدن ويشوف كيف تقدمهم في استعمار عدن وإيش المشاريع اللي سووها. فيوم وصل الضابط البريطاني وروه القادة الميدانيين في البريطانيين الإنجليز في عدن، وروه المنشورات، قالوا حنا سوينا منشورات وكانوا سعيدين وأرسلناها بالطائرات ورميناها على العدنيين تحثهم على التعاون معانا. فيوم نظر الضابط الاستخبارات البريطاني للمنشورات قام يضحك، قال تعرف وش مكتوب؟ قالوا لا. قال مكتوب في المنشورات هذه اللي أرسلتوها على الشعب العدني أن أفخر أنواع الشاي تباع في محلات عمر باهبري. كان عمر باهبري تاجر شاي في عدن. والله دعاية والله دي بلمعة عمر هذا.